السلام عليكم ورحمة الله حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ وحشين من قناتي بيتي، يا رب تكونوا بخير كده. انا جيت لكم النهارده وجايبه لكم وصفه سريعه كده للاجنحه، ازاي نعملها بطريقه سهله ومش مكلفه. اول حاجه هنجيب الاجنحه وهنقطع الحته طبعا اللي هي معروفه صغيره دي اللي ملهاش اي لازمه. وهنجيب عندنا شويه دقيق وشويه ميه، وهجيب ملح وفلفل اسود وزنجبيل ونص معلقه كده كاري وبصل باودر وتوم باودر وكزبره ناشفه وشويه ملح. هنخلط كل المكونات الجافه دي مع بعضيها بالشكل ده، وبحط نصهم على الدقيق والنص التاني على اجنحه الفراخ بالشكل ده. بعد ما خلطنا كل المكونات الجافه كده زي ما قلنا كل التوابل، هنحط نصها كده على الأجنحة والنص التاني على الدقيق. وبعد كده نبدأ بقى ايه، نستعمل ايدينا، هنقلب كل الأجنحة كده بالتوابل عشان تتشرب كويس. طبعا لو انت عندك وقت يعني وعندك استعداد تحطيهم، يا ريت تحطيهم في التلاجة كده، او يعني ساعة ساعة ونص على الأقل. لو انت مثلا مستعجلة عايزة تعملي لأطفالك بسرعة، لأهل بيتك بسرعة برضو. طبعا أنا عندي يعني مش كلهم أجنحة، أنا عندي كده حتت فراخ من الأول مع الأجنحة فحطيتها معاهم، بس يعني أنا هوريكم الطريقة كلها عامة يعني. وبعد كده هنقلب المكونات مع الدقيق بالشكل ده. وبعد كده هناخد بالجناح كده هنحطه في الدقيق، وبعد كده هنرجع نحطه في المية، وهناخده تاني من المية هنحطه في الدقيق بالشكل ده، ونفضل نقلبه كده بين ايدينا بين صوابعنا كده اهو، يطلع بالشكل ده. شايفين الشكل جميل ازاي؟ هنخلص كل الكمية بتاعتنا بالطريقة اللي احنا قلناها دي. هناخد الدبابيس، قصدي الأجنحة، معلش عفوا. ناخد الأجنحة نفضل نعمل كده، نحط في الدقيق وبعد كده نحط في المية ونرجع نحط في الدقيق تاني بالشكل ده. زي ما قلت لكم انا مش كلهم اجنحه يعني، عشان لو حد لاحظ ما يقولش عليا حاجه. في من بعض قطع الفراخ وهنخلص كل الكميه بنفس الطريقه. وبعد كده بعد ما خلصنا كل الكميه هنجيب طاسه هنحط فيها زيت غزير كده كثيف، وهنسيبه اول ما يسخن هننزل بيه بقطع اجنحه الفراخ اهو بالشكل ده. نحط الاجنحه شايفين اللون بقى ذهبي جميل ازاي؟ شايفين اللون الجميل؟ نخلص كل الكمية بالشكل ده. ده الشكل النهائي للأجنحة بتاعتنا. شايفين جميلة ازاي؟ يا رب تعجبكم وتكون خفيفة على قلبكم. ما تنسوش تدعموني في قناتي بيتي باللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وسهل من قناتي بيتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.